2011 هو يسجل على يمين بن شريفيه الهدف الاول للنادي الاهلي. شوف الكره الطويله، شوف التعامل السيء مع الكره مع عربي جابر، حطوا في ظهره خبره كبيره ومهارات عاليه عبد الله السعيد، هو يسدد على يمين المعز الهدف الاول للنادي الاهلي. 1-0 لفريق الاهلي المصري، 1-0 في مرمى معز. في وقت الحديث عنه النادي الاهلي يتفوق تاريخيا على الانديه التونسيه بوضوح، اكثر من لقب كان على حساب انديتنا. 2005 الشامبيونز ليج على ليتوال، 2006 على الصفاقسي، 2012 على الترجي، كؤوس السوبر مرتين على الصفاقس ومره على اين جابر، اين اليعقوبي؟ شوف المراوغه، شوف اليعقوبي خرج من اللعبه بالباس الطويله تاع النادي الاهلي، وعبد الله السعيد كان محمد نجيب. كره بكره، فرصه فرصه، الاسبقيه اهلاويه، ولكن الترجي رغم التراجع ما زال موجود وما زال في اللعب. تصعد بها جماهير النادي الاهلي، فارق كبير قلت في الامكانيات، والنتيجه هدف ثاني، الامكانيات والخبرات، والهدف الثاني للنادي الاهلي اللي يضمن المباراه. هدف ثاني لفريق النادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد. سيناريو مرتقب نتيجه الضغط المتواصل الاهلي وخطا اخر في الدفاع. مباراه تصعب اكثر، ولذلك انا واقعي قلت من دقائق انه ان شاء الله الترجي ما يقبلش اهداف اخرى. شوف الكره وحده فماش لا كوفرتور ولا بريس ولا لاعب كان يلعب في حصه تدريبيه، ياخذ الكره وياخذ وقته. واحده واثنين، دور كبير حسام غالي، دور كبير حسام غالي. شوف الكره من حسام، دفاع مش موجود بالمره، وهدف ثاني نتاع فريق فيه برشا ملاعبيه كبار. سليمان غالي السعيد، والحكايه هدف ثاني للنادي الاهلي. 2-0 في الدقيقه. عبد الظاهر، مؤمن زكريا، هو مؤمن زكريا كان ممكن توفى 2-1 للاهلي، تصبح 3-0. نتيجه كبيره برشا، فرصه الهدف الثالث، لا فما ريارات لا فما اكسيال. شوف الهدف الثالث، مؤمن زكريا بكل سهوله عن طريق عبد الظاهر، هو مؤمن زكريا يغالط بن شريفيه، هو الترجي ينقاد الى اقصى هزيمه ليه في تاريخه الافريقي، يعادل 2007 ضد الاهلي ايضا 0-3. نتيجه كبيره برشا وقاسيه جدا على الترجي وانصاره، ولكن هذه هي كره القدم. مبروك للاهلي، هو حظ